سلام يا زمي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. ومن مراكش بغيت ندير شكر خاص لجميع الاصدقاء اللي خلاو لي كومونتير في الفيديو السابق، راني قريتهم كاملين. كما شفتوا معايا في الفيديو السابق فاحنا زرنا معلمه من المعالم التاريخيه هي قصر البدير، ودابا احنا في اتجاهنا لاقدم حديقه في المغرب وفي الغرب الاسلامي. بالنسبه لحديقه النار اللي غادي نتوجهوا لها كتبعد على جامع الفنا ب30 دقيقه مشيا على الاقدام. بالنسبة اللي مقدرش يتمشى من جامع فنا حتى للنار يقدر يشد طاكسي صغير أو لا يشد الحافلة من المدينة اللي هي نمرة 11 أو نمرة 12. وحنا دابا دخلنا من الباب ديال الحديقة، هذا هو الباب الكبير اللي غادي يدينا ديريكت للسهريج. أما هذا اللي كتشوفوه على اليمين ديالنا وعلى اليسار ديالنا فهو كيتسمى بالمنزه، وهذا اللي قدامنا دابا فهو سهريج المنارة. هذا السهريج اللي تأسس سنة 1157 ميلادية في عهد السلطان عبد المؤمن بن علي الكومي، أول ملوك الدولة الموحدية. والسبب الرئيسي اللي خلاه يفكر باش يبنيه باش يعلم الجنود ديالو السباحة وفنون القتال البحري. وتبنى هذا السهريج في موقع استراتيجي وبطريقة ذكية، بحيث أنه خرجوا منه قنوات اللي كتسقي الحدائق والبساتين اللي دايرة بيه. كيف ما كتشوفوا معايا فالسهريج محاط بأشجار النخيل وأشجار الزيتون وأشجار الفاكهة، من غير الإطلالة الزوينة اللي على جبال الأطلس. بمجرد ما كتدخل هاد الحديقة فانت كتحس بالهدوء اللي ما كتحسش فيه في الشوارع ديال مراكش، من غير الطبيعة الرائعة اللي دايرة بك. في سنة 1579 ميلادية قام الأمراء السعديون بإصلاح حديقة المنارة وإعادة استعمالها كفضاء للاستراحة. أما في سنة 1870 ميلادية فقد أمر السلطان العلوي محمد الرابع ببناء هذه المقصورة اللي كتكون من طابقين. وإحنا دابا أمام تحفة معمارية كيف ما كتشوفوا معايا. فوق الباب مكتوبة بسم الله ما شاء الله، نصر من الله وفتح قريب. دابا غادي ندخلو نكتشفوا المقصورة من الداخل. هذا هو الطابق الأول، الطابق الأول اللي كان مخصص للنساء والخدم. وهذا الباب الثاني اللي مطل على السهرج مباشرة كيف ما كتشوفوا معايا. هذا السهرج الطول ديالو هو 200 متر، أما العرض ديالو ف 160 متر، والعمق كيبلغ 2.5 متر. أما الماء منين كيجي فكيجي من الضواحي ديال منطقة أوريكا الجبلية عبر تقنية الخطارات أو المجاري الجوفية اللي ابتكرها ابن المؤنس المرابطي. وإلا جيتي هنا وجدتي مع كلياتك فرد ليهم البال، حيت ما كاين حتى سياج اللي كيحبس على الماء. وكيف ما قلت لكم فرار الغرق ديالو هو 2.5 متر. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله السقف ديال الطابق السفلي كيفاش منقوش. هنا كيبان الابداع ديال الحرفيين القدماء، النقوشات كيفاش كانت على السقف.
السلام عليكم. أما هذا فهو السقف ديال الطابق الأول. من هنا غادي يبان لكم المسجد الكتبية. أما هاد النافذة فكتطلع على فين كانوا كيضربوا الجنود من قبل. هاد جناح المنارة علاش تسمى بهاد السمية؟ لأنه عنده 4 الواجهات، هذا اللي خلاهم يسموه جناح المنارة. من هاد الباب غادي نخرجوا للتراس، التراس اللي عنده إطلالة ساحرة كيطل على الحدائق النار اللي تقريبا المساحة ديالها كتزيد على 1000 هكتار، فيها 1006 شجرات ديال الزيتون اللي تزرعوا سنة 1157 ميلادي. يعني نشوفوا شحال العمر ديال هاد الشجر تبارك الله. هاد الحديقة ديال النارة سنة 1985 تسجلت كموقع تراثي عالمي لليونسكو، حيث هي من أفضل الحدائق التاريخية. والمسجد اللي كيبان لينا من هنا فهذا هو مسجد الكتبية. اللي بغى يزور هاد الحديقة فهي كتفتح الأبواب ديالها على الساعة 8 صباحا وكتغلقهم على الساعة 7 مساء. وأي واحد باغي يستمتع بالجمال والطبيعة والتاريخ في نفس الوقت فكنصحو باش يجي يزور هاد الحديقة التاريخية اللي كتزخر بمناظر طبيعية خلابة. أما هاد النافذة فهي كتطل على جبال الأطلس، ما كيبانوش لنا حيت كاين الضباب. اللي مازال معايا حتى دابا الا كنتي مازال ما شاركتيش في القناة فما تنساش تشترك، هذا كيدعمني وكيخليني ندير فيديوهات اكتر، وما تنساش اللايك.